السلام عليكم. أنا سميتي نهيلة. اليوم بغيت نشارك معكم القصة ديالي، وكنتمنى أي واحد سمع قصتي ينصحني بشي نصيحة، حيث أنا في واحد المشكل اللي كبير بزاف، وبغيت كاع البنات يسمعوا قصتي مزيان وياخدوا منها العبرة وما ديروش الغلط اللي درت أنا. غادي نقربكم شوية من راسي. أنا من واحد الأسرة اللي متوسطة، كتكون من أب وأم وخويا الكبير وأختي الكبيرة وأنا الوسطانية وزوج خواتاتي صغارات. عايشين ما عندناش وما خصناش، عايشين بخير في دارنا كما كنقولوا، واكلين وشاربين. ما نقولكمش حياتنا ما كاينش فيها المشاكل، وانما كنتجنبوا المشاكل وكنحاولوا نبعدوا منها. ديما خالقينها في الدار، الضحك واللعب، خاص غير ناكلوا ونشربوا ونكونوا فرحانين. كانت واحد الحياة بسيطة وسعيدة، كنا كنعيشوا السعادة بكل أنواعها. واخا كما قلت لكم، السعادة ما كتقدرش بالمال، ولا الإنسان يكون لاباس عليه عادي يعيش السعادة. حنا كنا عايشين السعادة بشي حوايج بساط بزاف، كما كنقولوا ضاربين الدنيا بركلة. خوتي الكبار ما كتبش ليهم يكملوا قرايتهم، ولكن أنا كنت كنقرا مزيان ودائما كنجيب معدل مزيان. والديا كانوا دائما مفتخرين بيا وكانوا كيمدحوني وسط العائلة. والاب ديالي دائما كيوصيني، كيقول لي بنتي قراي قراي واجتهدي باش تخدمي حتى نتي وتوفري واحد الحياة كريمة ليك. الحمد لله كنت كنقرا مزيان وكنجتهد. طلعت للاعدادي ووصلت للتاسعة، وتما فين غادي تقلب حياتي. وصلت للتاسعة وبديت كنشم جنابي. تما قررت ناخد تليفون، حتى انا بحالي بحال صحاباتي اللي كانوا في الكوليج حتى هما عندهم تليفونات. رغبت الام ديالي وقلت لها عافاك خليني ندير تليفون، هضري مع بابا قولي له يخليني ندير شي تليفون. بقيت كنرغب فيهم حتى وافقوا وخداو لي التليفون ديال البصمات، الهاتف الذكي اللي غادي يخرج لي هي حياتي. صافي من نهار درتو وانا اللور ولا اي واحد اللي في المدرسه طلب لي النمره كنعطيها له، ماشي واحد ماشي زوج، عرام. تليفون عمرته بالدراري، اي واحد كيقول لي عطيني النمره كنعطيها له وكندخل وكنبقى نهضر معاهم. تما غادي نتبلا بالافلام الاباحيه، غادي نولي نتفرج الافلام الاباحيه وغادي نتبلا بالعاده السريه. وليت اي فرصه كنلقاها كندير العاده السريه. واحد النهار اللي غادي توقع لي فيه الواقعه، كانوا دارنا مشاو لواحد العرس مع الزوج ديال الليل. كانت الدار خاويه. دخلت للطواليت وبقيت كندير العاده السريه. واحد شويه كنتفاجئ براسي كلي دم، يعني افتضيت البكره ديالي. تصدمت وخفت، غسلت حالتي وخرجت كنجري. صافي فاش وقع لي داك المشكل ركبني بحال الوسواس، لدرجه انني ما بقيتش كنعس. وليت كنفكر واش مشات لي البكره، شنو غادي نقول لدارنا نهار نتزوج، شنو غادي ندير. هذاك العام ما بقيتش كنعرف شنو هي القرايه خرجت لي من عقلي. قررت نخرج من المدرسه ونجلس في الدار، وخا والديا عارضوا، قالوا لي ما خاصك تخرجي، بقاي تقراي، خصوصا انتي كتقراي مزيان، علاش غادي تخرجي؟ قلت لهم والو، القرايه اللي ما غاديش نبقى نقرا. صافي احترموا القرار ديالي وجلست في الدار. هذاك العام خويا الكبير غادي يتزوج، وفعلا تزوج ودا مرتو وكلا غير حدانا. مراتو كانت الله يعمرها دار ظريفه، كنمشي لعندها وكتجي لعندنا، يعني بحال اي مرات اخ مع لوستها. وكان كيجي لعندها واحد خوها اللي كنت انا معجبه به، كان زوين بزاف وكنت ديما كنشوف فيه شي شوفات كيعجبني. واحد المره قال لختو بغيت نهايله، بغيت نتزوج بها على سنة الله ورسوله. اختو جات لعند ماما وقالتها لها، قالت لها بلي خويا راه بغى يتزوج بنهايله. الصراحه انا كان كيعجبني
وكنت كنتمنى نكون متزوجة به. ولكن هذا المشكل اللي عندي كنفكر غادي نتفضح قدام العائلة والناس، خصوصا في ليلة الدخلة. غادي يلقاني ماشي بنت، غادي يشوهني. فاش قالتها للأم ديالي أنا رفضت، وخا كان كيعجبني. قلت لها لا ماما أنا ما نتزوج، مازال صغيرة. صافي الأم ديالي قالت لها راها مازال صغيرة وباقي الحال على الزواج. وبقيت كنقول مع راسي يا ريت لو كان ما درتش هاد المصيبة في راسي، لو كان دابا تزوجت بيه وراني في داري هانيه. دازت الايام، انا كانت عزيزه عليا واحد الدوله وكنت دائما كنحلم نمشي لها. دخلت الانترنت وليت كنشاطي مع الدراري اللي في ديك الدوله، نهضر مع هذا وهذا بالعرام كيف ديما، ماشي غير واحد، بزاف ديال الدراري. كنهضر مع هذا وكنهضر مع هذا، او ميم طون كنفكر في المشكل اللي عندي وكيفاش غادي نحلو. ايوا بقيت كنهضر مع هذا وهذا حتى طحت في واحد الولد، صيفط له انفيتاسيون وقبلني، وبقيت كنهضر انا وياه واحد المده وهو يعيط لي ابل فيديو. فاش شافني الصراحه حماق عليا، وحتى انا عجبني، انا زوينه بشهاده الجميع، غير العقل كما كنقولوا ما عنديش، او غلطه الصغر غادي تدمر لي حياتي كما كنقولوا. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. صافي هضرنا، عجبني عجبتو، وبقينا على اتصال بيناتنا، كل مره كنهضروا. بقيت كنهضر معاه لمده تقريبا شي 5 شهور. واحد النهار صيفط لي وقال لي واش تقبلي تزوجي بيا. الصراحه انا فرحت، قلت له موافقه. قال لي مادام انتي موافقه غادي نجي للمغرب ونخطبك من داركم. بهذيك الفرحه مشيت كنجري عند ماما قلتها لها، وبدينا كنوجدوا للخطوبه. ما نكذبش عليكم، وجدنا هذاك الشيء كامل. ايوا ها حنا كنوجدوا كنجريو، بغينا نبانو زعما في احسن حله. اي حاجه اللي قادين عليها درناها، واللي ما قديناش عليها درناها. فعلا هذاك السيد جا وجاب والديه وشافوني، غير شافني حماق عليا، حتى والديه عجبتهم بزاف. هضروا معانا وقال لي واحد الشهرين غادي نرجعوا باش نديروا العرس ونديك معايا. فعلا جاو ودرنا العرس، ومشيت معاه للدوله اللي كنت كنحلم بها دائما نمشي لها. فاش مشينا لهداك البلاد، يعني البلاد ديالو، داروا عرس واحد اخر، وعيطوا لكاع العائله ديالو وصحابو والناس اللي كيعرف. هما دايرين هداك العرس، وانا كنقول مع راسي يا ربي غير ما يساليش هاد العرس، وانا ربي اللي عالم بيا وبحالتي. كمل العرس وداني اللوطيل. الصراحه فاش دخلت اللوطيل ما نقولكمش الحاله اللي كنت فيها، كلي كانت رعد وخايفه. واحد شويه ولا كيتقرب مني، وصافي درنا علاقه حميميه، ولكن ما هبط لا دم ولا حتى شي حاجه. شد فراسو وبقى كيشوف فيا، قال لي كيفاش ما هبط لا دم ولا حتى شي حاجه. انا بقيت غير كنشوف فيه مصدومه وكنرجف، ما قادره نقول له حتى شي حاجه. دار معايا عده محاولات والو، يعني الدم والو ما بغاش يهبط. وهو يقول لي ما عرفتش السبب علاش ما بغاش يهبط الدم. وهذاك النهار كان السبت، وهو يقول لي نعسي حتى الصباح ونديك للطبيب. غير قال لي الطبيب شعلت فيا العافيه، تخلعت ديال بصح. ديك الليله ما نعست ما شفتو. الصباح كنستنى السيد يديني للطبيب، وهو يتفكر بلي الطبيب ما كاينش. يعني هذاك النهار كان السبت ما كاينش الطبيب، قال لي نهار الاثنين نديك. بقيت كنستنى هذاك النهار وانا مخلوعه، كنقول يا ربي غير ما يوصلش هذاك النهار. مشى، يعني تصرف عادي، قال لي غادي نمشي نقضي شي شغل وغادي نرجع عندك. وانا غير جالسه وكنفكر شنو غادي ندير. جا نهار الاثنين وانا هذاك النهار ما حاملهش كاع يجي، وفيا واحد الرعده وواحد الخلعه ما كان نعس ما كنشوفو. بعد المرات كنقول اش داني نتزوج، غادي يديني للطبيب وغادي نتفرج وغادي نطيح بدارنا وبراسي وبالدوله ديالي. بنات المغرب انهم كلهم خايبات وما مزياناتش.
ايوا هداك النهار ديال الاثنين كنستنى السيد يديني للطبيب ميك وما دانيش، ولا كيقول لي غدا نمشيو للطبيب حتى لبعدو، وبقى هكذا حتى فاتت المده ديال 3 شهور. وقال لي خاصك تمشي للطبيب ونعرفوا المشكل مناش، علاش ما هبطش منك الدم. حاليا انا باقي ما مشيتش للطبيب، عاودت لكم هذا المشكل باش تعاونوني شنو غادي ندير، خصوصا هو مقرر باش يديني للطبيب وخافت 3 شهور على ليله الدخله. كنتمنى اي واحد سمع قصتي ينصحني ويقول لي شنو ندير. ما عرفتش الطبيب شنو غادي يقول، واش غادي يقول له الحقيقه بلي هاد البنت ما كانتش بنت، ولا ما نعرف شنو غادي يقول، خصوصا انه ما عمرو شي واحد ما قاسني. قلت لكم المشكل ديالي انه فتديت البكره بيدي، يعني بسبب العاده السريه. كنتمنى من خوتي كاملين اللي سمع قصتي ينصحني. انا دابا في واحد الحاله صعيبه بزاف، الحاله النفسيه ديالي صعيبه ومخلوعه. كل مره فاش كيدخل راجلي كنتخلع، كنقول ها هو غادي يديني دابا للطبيب، غادي يفرشني وغادي نتشوه مع عائلتي وعائلته. وهو راجل الله يعمرها دار، راجل ظريف ومزيان، وهو مصر باغي يعرف السبب علاش ما هبطش الدم. كنتمنى من كاع البنات ما يديروش الغلط اللي درت. راه اللذة ديال ثانية او 2 ديال الثواني كتخرج لك على حياتك كاملة. وما تنساوش تخليولي تعليق وتنصحوني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.